السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة تعليم سياقة آلة الرافعة الشوكية مع الكاريس ياسين. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا على كيفاش كيدوز بيرمي ديال الكلارك اللي هي أكثر طلب في سوق الشغل، وشنو هي رخصة القيادة ديالها وكيفاش تحصل عليها. اللي خاصك تعرف بأن رخصة القيادة ديال آلة الرافعة الشوكية معترف بها من طرف وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني، وليست من وزارة التجهيز والنقل لأنها آلة البناء. هذه رخصة القيادة كتسمى بالكاسيس، بمعنى سيرتيفيكا دابتيتود على كوندويس اون سيكوريتي، أي شهادة الكفاءة القيادة الآمنة. بعد الحصول عليها كتسمح لك بقيادة آلة الرافعة الشوكية، كتعني أنك أدرى باحترام معايير السلامة، وكتسمح لك أيضا بتقليل مخاطر الحوادث العمل. إلا كنتي كتبحث عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في القطاع الصناعي أو اللوجستي، فإن الحصول على هذه الرخصة يمثل رصيدا كبيرا لطلبك. هذه الشهادة مطلوبة من قبل الغالبية العظمى من مسؤولين التوظيف، ونظرا لأهميته سواء في موقع البناء أو مباشرة داخل الشركة، لا يمكن تشغيل معدات التحميل أو الرافعة المتحركة أو الرافعة العلوية أو الرافعة الشوكية دون شهادة كاسيس. يتطلب الأمر تدريبا مسبقا لضمان سلامتك كسائق وكذلك سلامة زملائك في العمل. ولذلك فإن الموظفين الذين حصلوا على شهادة كاسيس فقط هم المصرح لهم بقيادة معدات البناء والرفع. بفضل نظام كاسيس يضمن صاحب العمل أنك استفدت من التدريب المكيف لتشغيل الآلات الخاصة بالمهام الموكلة إليك. يعد هذا التدريب المهني أيضا دليلا على أن لديك القدرة على ممارسة مهنتك في ظروف السلامة المثالية، وبدون هذه الشهادة لن يكون لديك الترخيص لقيادة آلة الرافعة الشوكية. كيبحث العديد من مسؤولين التوظيف عن المرشحين اللي حصلوا على هذا التدريب المهني بغض النظر عن عقد العمل. إذا كنت راغب في العثور على عمل في مجال الخدمات اللوجستية أو البناء، فإن الحصول على رخصة كاسيس هو أحد الشروط الإلزامية. بالنسبة للحصول على شهادة كاسيس ما كيتطلبش مستوى دراسي معين، كيدوز التكوين على شكل اختبار نظري وتطبيقي، وكلاهما ضروري في هذه المهنة. الدورات النظرية تعقد في يومين، والدورات العملية كذلك في يومين، غالبا كل أحد 4 ساعات. يتكون برنامج التدريب النظري من جزء يتعلق بالوقاية واللوائح، ويشمل أيضا موضوعات مثل معدات السلامة والحماية. كذلك تختلف ساعة التكوين من مركز إلى آخر. وأخيرا والأهم، كيبقى عليك التدريب على آلة الرافعة الشوكية باش تكسب الخبرة والمهارة وتنطلق مسيرتك في سوق الشغل. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى تكون استفدتم من هذه المعلومات. ما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشترك في القناة إلا مازال ما اشتركتيش، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.